لا لو ضربته هيمشي. لو ضربته هيمشي. شو نمشي سوا انا وانت يا عم؟ انا هروح لوحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم خير وبركة من عند الله. فيديو النهارده ان شاء الله هوري لكم بقى كده طريقة درس الرز او حصاد الرز، يعني طبعا بتختلف من بلد للتانية، واقول لكم على كل حاجة. طبعا هنا في ارض عمتي، يعني بصراحة هي كل سنة بتعمل بس مش ببقى اجي، لكن جاية عشان اوري لكم واصور لكم ازاي ان احنا ده موسم حصاد الرز. ويلا بقى كده هنشوف فيديو النهارده هنعمل ايه. بس حطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويلا بقى كده ناخد حسنات مع بعض ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق يا رب بها الامال وتشفي كل مريض وتعطي كل مشتاق بالذريه الصالحه والخلف الصالح، واللهم انصر المسجد الاقصى في فلسطين يا رب العالمين. يلا بقى كده حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه، واللي اول مره يشوف قناتي طبعا هتساعدوني باشتراككم، وبشكر اي اللي معايا، يعني ربنا يخليكم ليا يا رب، ودايما كده محفزيني، وانتوا طبعا على راسي من فوق، كل بيشجعني ان انا اعمل فيديو ورا فيديو. بقول لكم ربنا يسعدكم يا رب ويكبر بخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. كل متابعيني وكل حبايبي من كل مكان، ربنا كده يا رب يبارك فيكم جميعا، اللهم امين. يلا كده يا حبايبي عشان نشوف طريقه درس الرز مع بعض. والاول حاجه طبعا بنحصد الرز. نحصد الرز ازاي هوري لكم برده كل حاجه مع بعض، يعني طبعا زي ما انتم شايفين هم، ربنا يديهم يا رب الصحه والعافيه، وكله شغال اهوت في الارض وكله بيساعد. فطبعا عمتي جايبه يعني اهل البيت وكمان معاها جايبه ناس من بره، يعني بالاجره كده، ربنا يا رب يديهم الصحه والعافيه. وطبعا هم اول ما عرفوا ان انا هصور كانوا فرحانين وكانوا مبسوطين، وقالوا احنا عايزين نطلع معاكي حد لما يكون هم عارفين وموافقين، وزي ما انتم شايفين لما يكون عارف. تعالوا بقى كده نشوف يوم حصاد الرز او يوم ضم الرز، يعني بتختلف من بلد للتانيه. ويعني احنا هنا عندنا في بلدنا بنقول يوم الحصاد دوت، يوم ما بنقطع الرز بنقول حصاد الرز، لكن في بلاد تانية بتقول يوم ضم الرز. طبعا هنا كنت في الطريق رايحه، قلت برضه اصور لكم المكان الجميل والريف والهدوء، ويعني حاجه يعني جميله حاجه كده، هدوء اعصاب. فقلت ده كده يوم الحصاد اهوت. رحت بقى كده لقيت عمتي واولادها ربنا يديهم الصحه والعافيه مقطعين الرز اهوت. وطبعا الرز نام خالص في الارض، يعني قبل ما يقطعوه كان الرز مميل خالص في الارض. فسالت عمتي هو الرز مميل ليه كده، او زي ما انتم شايفين اهوت لسه ما اتقطعش اهوت. قالت خلاص هو يعني آن الاوان اللي هو لازم يتحصد او ينضم، لازم يقطعوه بقى من الارض. زي ما انتم شايفين كده الرز نام على بعضه خالص، فلازم بقى ده ميعاده سبحان الله، حتى لو في اخضر شويه ده ميعاده لازم ان هو يتقطع من الارض. طبعا هما بيسيبوه يوم او اتنين او تلاته، يعني طبعا كل شويه بيروحوا يعني بعد ما يقطعوه ويسيبوه في الارض كده اكوام، كل كوم جنب التاني، كل يوم بيروحوا يقلبوه اللي تحت فوق واللي فوق تحت، علشان الشمس تنشف الرز كله. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت الحبه اللي بيعملوهم او الشويه اللي بيعملوهم كل يومين بيروحوا يقلبوه، يعني كل يوم طبعا ان هم يروحوا يبصوا عليه ويقلبوه، عشان زي ما قلت لكم يتاكدوا ان هو نشف قبل ما يدرسوه، وقبل ما يحطوه في المكنه يبقى الرز كله ناشف، ما يكونش فيه اخضر، ويكون كله نشف. ده كده يوم حصاد الرز، يقطعوه من الارض وبعد كده يسيبوه اكوام جنب بعض، وكل شويه يقلبوه. لعمتي وده فتحي ابن ابنها، ابن عمتي ربنا يبارك فيهم يا رب ويخليهم. طبعا هو يوم حصاد الرز هو اللي قابلني في الارض، ويوم الدرس برضه هو اللي قابلني. تيتا يا فتحي قال لي هم هناك هم في الارض من ورا، فهو كان ماشي رايح يجيب لهم طلب من البيت، يعني هو كل شويه كده بياخد الحمار ويروح يجيب لهم طلبات من البيت. وطبعا لقيت ناس مولعه في الارض وكده، طبعا يعني ملوش لازمه عشان ناس بتنضر وناس تعبانه وفي المستشفى، وما ينفعش ان الناس تضر بعضها. وكمان لما الحكومه بتعرف بيبقى يعني في غرامه للي يولع في القش. عندنا في مصر كده، مش عارفه بقى بره في الكلام دوت ولا ايه. طبعا لما نولع في القش ده وتبقى كله دخانه وفي ناس طبعا بيستفيدوا منه ويقطعوه ويضيفوه على علف للمواشي واكل للمواشي. وفي ناس بيعملوه بحاجات كتير، يولعوا فيه نشوي السمك، يولعوا نعمل العيش اللي في الفرن بالطين، يعني لاحتياجات كتير احسن من ان احنا نولع فيه ونضر الناس. طبعا بياخدوا بقى الرز دهوت الانفار زي ما قلت لكم شغالين هم، ربنا يديهم الصحه والعافيه. بيحطوا بقى في المكنه اهو. طبعا الجرار ده جرار، عمتش ليه ما جابتش الكومباين عشان كومباين الصيني. قالت لي طبعا انا سالتها اصلا قبل يوم الدرس هتجيبي ايه، قالت الجرار المكنه العاديه خالص، المكنه اللي هي كل سنه بتدرس، علشان الكومباين دوت قالت هو بيعدي على الارض وهو اللي بياخد الرز. طبعا مش بيبقى فيه انفار خالص تشيل ولا بيبقى فيه حد يشيل، بس قالت بيلاقوا رز تحت الكومباين بعد ما يشيل الرز من الارض، بيلاقي فيه رز تحته. فطبعا زي ما انتم شايفين كده المكنه اهي
وطبعا قبل ما المكنه تشتغل بيفرشوا الاول فرشه كبيره تحت الجرار. ليه؟ علشان في رز بيقع من المكنه، وبعد كده في الاخر خالص بياخدوها ويحطوها تاني في المكنه. طبعا النص اللي ورا دوت هو بيبقى ورا، بيبقى قش على طول. اما النص اللي بيجي في الحته اللي في المكنه ديت هو بيبقى فيها الرز. يعني المكنه بتقسمه نصين، نص بينزل قش والنص التاني هو اللي بيبقى فيه الرز. يعني عود الرز نفسه هو بيبقى النص اللي تحت ملوش لازمه خالص، اما اللي فوق هو اللي بيبقى فيه الرز كله. فسبحان الله، زي ما انتم شايفين كده المكنه بتقسمه نصين، نص ينزل على الارض، ايوه هو ده كده بالظبط، والنص اللي بيدخل دوت هو اللي بيبقى فيه الرز وينفرم جوه، ويطلع برضو قش من الناحيه التانية، والناحيه التانية زي ما قلت لكم كده الناحيه اللي بينزل منها الرز. طبعا بيبقى هو ده يوم حصاد، بعد مجهود شهور للفلاحين، ده هو بيبقى يوم الحصاد. فطبعا الارض بتبقى ايجار، بيطلعوا لو في حاجه كمان للناس، يعني مش نقول بس كده، ده هو تعب وايجار وشغل وحاجات كتير يعني. فربنا يا رب يدوم الصحه والعافيه لكل الناس، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بتبقى عايزه الايادي الكتير وعايزه اللمه عشان كله يسعف. طبعا المكنه شغاله، هم مش ملاحقين على المكنه على طول، يعني يحطوا وتلاقي وراها على طول. ليه؟ المكنه شغاله او عايزين نخلص على طول. طبعا المكنه بتركن في جنب وبيجيبوا، وبعد كده المكنه تنتقل تاني لما يخلصوا الحته اللي هم بيعملوها، ياخدوا بقى الفرشه تاني واللم الحاجات دي ويتنقلوا في مكان تاني يكون قريب من الرز. طبعا ادي المكنه اهي. طبعا بعد ما زي ما قلت لكم المكان اللي بينزل منه بينزل بقى كده الرز ده هوت، وفيه قش برضو. وكانت عمتي واقفه يعني كانت بتلم بقى القش اللي بيطلع دوت تركنه بعيد عن الرز. طبعا بقى يوم جميل ويوم لما يعني حاجه. طبعا قلت اروح اصور لكم واقعد معاهم شويه واشوف بقى كده طريقه درس الرز وبرضه حصاد الرز. يعني زي ما تكون بقى بعد حصاد شهور يعني تعب ومجهود للفلاحين في الارض. طبعا كنت انا بقف كده واقف مع عمتي شويه واروح برضو اوري لكم عملنا ازاي في الارض برضو. فده كان هو زي ما قلت لكم. بعد كده بتعبي بقى في الشكاير ديت، وبعد كده يبقى يوم زي ما قلت لكم الناس كلها الموجوده فرحانين وكلهم يعني منا وعلينا وعارفينهم، يعني ما فيش حد غريب. يعني برضو حاولت في اول الفيديو ان انا اوري لكم، ومسكت برضو انا واشتغلت على المكنه ديت عشان اوري لكم بيبقى طريقه الدرس الرز ازاي. لما قلت لكم من النص اهوت بيدخل المكنه والنص التاني بينزل في الارض، يبقى هو الشغل كله في اللي هي اللي فيها على الحرف دي. طبعا زي ما قلت لكم اهوت ادي القش ده، في ناس بتقطعه وبتضيفه على الاكل للمواشي، وفي ناس بتولع فيه يعملوا بيه الاكلات في فرن بالطين ينشوي سمك. هو كده ناس بتحطه على الاوض اللي هي بتاعت اللي فيها الطيور عشان المطر، يعني في استعمالات كتير. طبعا هنا كان بقى خلاص ابن عمتي كان مروح، قلت له استنى خدني معاك. طبعا انا قلت لعمتي يعني هم لسه ما خلصوش، هم قلت لها انا هروح بقى يعني بعد ما عملت وصورت لكم وكده. قلت لها خلاص طب انا هروح عايزه حاجه، فخدت بقى صينيه الفطار كان هم فطروا يعني. فقلت لها طب اخد حاجه معايا، قالت لي خلاص خد الصينيه اللي هي بتاعه الفطار دي. خدتها ومشيت بقى كده انا وابن ابنها اهوت واكلم فيه ونضحك. وزي ما انتم شايفين كده ودوت يعني بصراحه كان يوم جميل. ويعني الواحد لازم كده محتاج يغير جو، مش لازم بقى كل يوم من اليوم اللي احنا يعني لازم كده محتاجين ان احنا نغير جو مع قرايبنا ومع اهالينا، حتى لو الغيط والحاجات دي بتبقى جميله. يعني مش عايزه اقول لكم والله كان الواحد مرتاح وهو معاهم. طب انا قلت له استنى بقى كده يا فتحي، هو كان عايز يجري بالحمار، قلت له لا استنى هنمشي مع بعض. انا بقى كده سايباهم في الغيط ورا لسه، وانا ماشي انا ابن عمتي اهوت ربنا يبارك فيه. وزي ما قلت لكم خلاص بقى اهوت قلت له استنى هو عايز يجري بالحمار، قلت له لا استنى هنمشي مع بعض عشان طبعا طلعنا على سكه العربيات بره. فقلت له استنى عشان برضو اخلي بالي منه. طبعا هو كان رايح يجيب ازازه ميه عشان يعني عمه والجماعه في البيت عايزين ميه يشربوا، فهم بعتوه عشان. فانا قلت له استنى يلا عشان نمشي. طبعا خلاص هنا طبعا هنا قدام بيتهم اهوت، وكان ماكينه الميه ديت كنت صورت لكم قبل كده، يعني كانت قريبه كمان، ده كده قدام بيت عمتي. وقال لي بقى كده امسكوا الحمار عشان لما اجيب ازازه ميه. يعني هو شغلني بقى معايا كده، انا بقى كده دخلت الصينيه في المطبخ عند عمتي، وهو اللي كان بيصور لي المكنه. قال هتبقى كده مصور لك المكنه الميه ديت، ويوقفني بقى كده عشان قعدت له بالحمار وهو دخل يجيب الميه عشان يروح ودالهم تاني الغيط.
ده كان فيديو معاكم النهارده، يا رب يكون عجبكم ويكون نال رضاكم حبايبي في كل مكان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا كده يا رب يخلف عليهم بالحلال يا رب. كل زي ما انتم شايفين الارض وتعب الارض وكل فربنا يا رب يعطيهم كده الخير والعافيه. طبعا هو كان فتحي دخل هنا بقى عشان يجيب ازازه الميه، وقال لي امسك الحمار والعصايه، فخدتها بقى كده وقعدت زي ما انتم شايفين كده. وده كان فيديو معاكم النهارده حبايبي، جايب الميه وراح ودالهم تاني الغيط، وانا قلت له بقى مع السلامه.